اللباس الابيض. طبعا الكل يرشح منتخب انغولا باعتباره منتخب البلد المنظم يلعب فوق ارضيه ميدانه وامام جمهوره، شيء طبيعي. المتتبعون يرشحون منتخب انغولا بالنظر للمستوى الذي ظهر به المنتخب الجزائري في المباراه الاولى. ضربه الانطلاقه تعطى لمنتخب انغولا من هناك على الجهه اليمنى مع جموانا عفوا. الاعتماد طبعا على الكرات الطويله وعلى الاجنحه بالنسبه لمنتخب انغولا. الحل يكفي الجزائر وانغولا ليتاهل الى الدور الربع النهائي. كره صعبه بالحال. اوه يا نادير، يا نادير، يا نادير ماذا فعلت؟ يا نادير ماذا فعلت؟ ولكن مليح انك تفعل شيء مثل هذا، ولكن مليح انها ما دخلتش ما تسجلتش. مليح انك تعمل هكذا مثل ما حدث لنا في المباراة الأولى أمام مالاوي. أخطأنا ولم نوفق وبعدها استرجعنا أنفسنا. بالحال مليحة كثير. طبعا هناك من اللاعبين من عندهم القدرات والقابلية على ذلك. جيلبرتو إرابة أرضية صعبة لصالح المنتخب الأنغولي، ترجع له جيلبرتو. تسديدة جانبية من جيلبرتو، محاولة التسديد من بعيد من جيلبرتو مرة جانبية على مرمى الحارس شوشي، بعيدة. جيلبرتو صعبة، جيلبرتو يوصل على الجهة اليسرى. يلا يا كريم العيفاوي. يا شوشي حذاري من اتجاه الكرة، حذاري من اتجاه الكرة. هذه التوزيع التسديدة من البرتو جوزي مابينا. كنت خارج تقريبا مترين او ثلاثة عن مرماك. من حسن الحظ الكرة مرت فوق المرمى. المنتخب الجزائري بالكرات الثابته. حذاري يا غزال من وضعيه التسلل، اذا لم تدخل في وضعيه التسلل يكون الهدف الاول. هيله ممتازه يا ابو قره، يضيع ابو قره فرصه فتح مجال التسجيل. اول كره واول هدف كان يكون بعد حسن يبدا. لا 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 لا، الحظ كان معك يا مجيد يا ابو قره. أعرف بأنك لم تكن تنتظر كرة مثل هذه تصلك، ولكنك كدت أن تفتح مجال التسجيل. بالحاج أراد أن يباغت الحارس كارلوس فرنانديز من بعيد. لا 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 لا، الحظ لم يكن معنا هنا، الحظ لم يكن معنا هنا، وكان مع الحارس الأنغولي اثنين فقط، قليل لاعبين اثنين فقط. جيلبرتو فوق المرمى، فوق المرمى، مرت بعيدة هذه الكرة من المتألق جيلبرتو أمام الحارس فوزي شوشي. غزال لم نشاهد هذه الكرة وكيف جاءت وكيف وصل غزال إلى هذا المكان ووجد نفسه تقريبا وجها لوجه، كان يخطف الكرة ويفتح مجال التسجيل. شوف كرة في العمق ما كانش وضعية تسلل، كاد يلحقها غزال. ممتازة الكرة هذه، الكل كان ينتظر في جيلبرتو، ولكن المنفذ لم يكن جيلبرتو وإنما سيكالونغا لاعب نادي دينامو بوكارست في أول مباراة له مع منتخب أنغولا. اللي يجب عليه أن يقول لرفقائه يبتعدون عن الاحتكاك. يا شوشي، لمسة يد وخطأ. نعم، لمسة يد وخطأ لفوزي شوشي. شوشي يسقط على أرضية الميدان ولمس الكرة ويتحصل على خطأ. لازم تقرأ الكرة كما ينبغي يا فوزي، تقرأ اتجاهها كما ينبغي. ما همك هذه حارس مرمى، نعرف بأنه حراس المرمى يشتغلون على مثل هذه الكرات على الركنيات. كرة من زارو، صعبة الكرة هذه لصالح منتخب أنغولا. يا شوشي، اختار فرصة لمنتخب أنغولا. شوشي يفعلها كحارس كرة يد، برجله ينقذ الموقف، والعيفاوي كان بطلا وأقحم رجله في وقت اللاعب الأنغولي كان سيسدد كرة خطيرة. فرصة ثمينة وخطيرة لمنتخب أنغولا.
مرة أخرى أمام نادي بالحاج. التمريرة رائعة وشوشي حارس في كرة اليد بوغرا، ثم العودة موفقة من المدافع عبد القادر العيفاوي ينقذ الموقف ببطولة بعد ما دخل رجله هنا. فوزي شوشي برجله اليسرى ينقذ الموقف، والمشجع رقم صعبة حذر يا مجيد. اوه بعيدة، قلت لك حذر يا مجيد لأن المهاجم جاء خلفك. والتعادل سيد الموقف 0-0. أنا لا أدري إن أقول تكافؤ أم تفوق طفيف للمنتخب الجزائري. المهم أن النتيجة تؤهل المنتخبان للدور ربع النهائي. مالي متفوقة ب2-0 على ملاوي. نلعب أحسن، نحن أحسن فوق أرضية الميدان. الشوط الثاني سيضيفنا التوغلات والمحاولات الخطيرة لمنتخب أنغولا جاءت على الجهتين وعلى الجناحين بالدرجة الأولى. وضربة الانطلاقة تعطى من الآن. الجزائر التي احتفظت بالكرة كما ينبغي خلال المرحلة الأولى. ترجع على الجهه اليمنى عبد القادر العيفاوي، جنبه حسن يبدا يوصلها له، يبدا بجنبه مطمور، يرجع في الوسط عنده الكره، يزيد نادير يلعبها ارضيه ممتازه، هي ممتازه. ضاعت من كريم مطمور، حطها له على طبق عامر بوعزة، على طبق لمطمور، وكاد يكون الهدف الاول. يا لها من لقطه ثلاثيه رائعه، لقطة أحسن من الهدف، ولو أن الهدف يطمئن على كل حال، ولكن لقطة أحسن من الهدف تشجع ويخلي اللاعبين الجزائريين يتحروا ويخليهم يزدادوا ثقة في النفس وقدراتهم على التهديف. لا 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 لا. شوف مطمور خرج وسط مدافعين اثنين وكاد يسبقهما ويسجل الهدف الأول. وعز كرة مثل هذه من المفروض تخلق في المباراة يعني، خاصة وأنت تحس بأنك أنت اللي أعطيتها المطمور، وكاد على إثر يأتي الهدف الأول. من ذلك من الكرات الصعبة، حذاري من الكرات والانطلاقات على الجهه اليمنى، خطيره. اوه فوق المرمى. طبعا بعد دخول دياس كيريس لاعب نادي ساغرادا اسبيرانسا الانغولي. لا اقول فتره فراغ، ولكن فتره لابد منها للمنتخب الانغولي. حذاري ولا بكيه غلط الزاويه كما ينبغي. فوزي الشوشي، التسديده كانت من سيكالينجا 27 سنة، مهاجم نادي دينامو بوكارست. أول شوط أمام التعدين، قوة كبيرة وعودة موفقة من حسن، يبدأ غطى المنطقة كما ينبغي. ركنية 5 أمتار، لا أدري ماذا احتسب الحكم، لا أعتقد 5 أمتار لم تلمس حسن. انطلق مطمور وكذلك بوغرا. أين أنت ذاهب يا بوغرا؟ من عند مطمور، هيلا ممتازة. كاد يكون هدف من أروع ما يكون. بوعزة ماذا فعل؟ لا ولا واحد يتوقع بأنه بوعزة يضرب الكرة بهذه الكيفية. خلى الحارس يتصور فيها. شوف روعة عامر بوعزة، خرجت ببضعة سنتيمترات تماما. لم يفهم الحارس كارلوس فرنانديز. لو فعل مكني راح يدخل، أول مشاركة له طبعا في هذه الدورة في مكان عامر بوعزة. أول تغيير في التشكيلة الجزائرية. مكني لاعب نادي لازيو روما. جدا ما فعله المنتخب الجزائري خلال الشوط الثاني بتسييره للقاء بكيفية رائعة جدا. عبدون في أول مباراة يشارك فيها مع المنتخب الجزائري يدخل عبدون لاعب نادي النهائي. يجب أن تحسب 1000 حساب لهؤلاء الأبطال، يجب أن تحسب 1000 حساب لعناصر المنتخب الجزائري التي تتأهل بجدارة وتعود من بعيد وتتأهل